عثر على جثة المرأة محروقة ومغطاة بالعجلات المطاطية في غابة فيض غريب التابعة لبلدية بازر سكرة بالعلمة. وتبين أن الجثة تعود إلى امرأة ثلاثينية بائكة تنحدر من إحدى بلديات سطيف وتقطن ببلدية شلغوم العيد. وبعد تشريح الجثة من طرف الطبيب الشرعي ثبت تعرضها للحرق على مستوى الوجه مع وجود طعنة سلاح أبيض على مستوى البطن دون ملاحظة أي إصابات أخرى في بقية أعضاء جسدها. وتمكن الطبيب الشرعي حسب مصادر أمنية من تحديد التوقيت التقريبي لوفاة الضحية. وتوجهت مصالح الشرطة العلمية إلى مكان العثور على الجثة لرفع البصمات والآثار الجنائية، في حين شرعت فرقة الدرك الوطني ببلدية بارز سكرة في فتح تحقيق معمق حول ملابسات الحادث. وبعد سويعات من وقوع الحادث المأساوي تقدم شاب شين عين يقطن ببلدية البلاعة بولاية سطيف يبلغ من العمر 31 سنة إلى مصالح فرقة الدرك الوطني ببلدية بارز سكرة بالعلمة لتقديم شهادته حول الواقعة. واعترف الشاب أنه كان برفقة الضحية عندما توفيت، وأنه هو من قام بحرق جثتها بغابة فيض غريب، وذلك بهدف طمس جميع معالم الجريمة. وكشف الجاني حسب مصادر أمنية أنه كانت تجمعه مع الضحية علاقة غرامية، وأنه قرر وضع حد لهذه العلاقة بعد زواجه من فتاة أخرى. وأضاف أن الضحية أصرت على لقائه من أجل معرفة أسباب رفضه الزواج منها قبل أن تقرر وضع حدا لحياتها داخل سيارته. وأشار المتهم أن صدمته من انتحار الضحية وهو ما شاهده جعله يفكر في حرق الجثة في الغابة وإخفائها ببعض العجلات المطاطية التي كان يمتلكها في السيارة. وتأتي هذه الحادثة المأساوية بعد أيام قليلة جدا من جريمة قتل وحرق جثة الفتاة شيماء البالغة من العمر 19 سنة في محطة الثانية بولاية بومرداس.